بدأ شهر رمضان، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر المغفرة. أقبل هذا الشهر، فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران. إنها فرصة لكل الناس، كل مقصر، كل مضيع للصلوات، كل مفرط فيها، فرصته في رمضان. بدأ هذا الشهر والبداية رمضان. كل من كان يفعل المنكرات، الفواحش، من كان يشرب الخمر، من كان يأتي الفواحش، فرصته في رمضان. من تاب تاب الله عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كم من إنسان في هذا الشهر يبدأ بالصلاة، كم من إنسان في شهر رمضان ترك الخمر، كم من إنسان في شهر رمضان هجر الفواحش، كم من الناس من استقام في هذا الشهر. أين أنت منهم؟ بل كم ممن أسلم في هذا الشهر. إنهم أضعاف مضاعفة لمن يسلمون في غيره. لما؟ إنه شهر الخير. من الناس من يسوف رمضان القادم، إذا جاء رمضان القادم قال العشر الأواخر، جاءت العشر الأواخر قال ليلة القدر، جاءت ليلة القدر قال بعد رمضان. يسوف ويسوف ويسوف. ومن الناس من هو في رمضان يبدأ بالأعمال الصالحة ويعزم في قلبه أن يعود للمعاصي والذنوب إذا انتهى رمضان. ما صدقت توبته، يكذب على نفسه ويخدعها، لأن التوبة هي الندم. توبة بغير ندم وبغير عزم على الاستقامة ليست بتوبة. وبعض الناس مغرور بما عنده، يظن أن الساعة لن تقوم إلا بعد إذنه، يظن أن ملك الموت سيستأذنه قبل قبض روحه. ما يدري أن هذه الدنيا تذهب فلتح، وأن الروح تخرج بغتح. ومهما ملك الإنسان فإن الموت لا يستأذن أحدا، والموت يفني كل لذح. ابدأ في رمضان واجعلها بدايتك. عندك صحبة سوء، غيرها في رمضان. كأنك مترددة بالحجاب، ابدأي في رمضان. هذا الدخان سيؤذيك، سيضرك، سيؤذي أولادك، سيقتلك، سيذهب حسناتك. اقطعه وابدأ في رمضان. صلاتك ثقيلة لكنها سهلة في رمضان، اجعلها البداية، فالبداية رمضان. عندك ذنوب متعلق بفتاة بالحرام، ابدأ في رمضان، اقطعها لله عز وجل. إن كان لك فيها خير سلها عند الله عز وجل أن يكتبها لك بالحلال. أما أن تكلمها، أما أن تتعلق بها، تفكر بها، تكلمها، إياك وإياك. واجعل البداية رمضان. ابدأ يا عبد الله، ابدأ في رمضان. ابدأ في الإصلاح بينك وبين والديك، ابدأ ببر أمك، ابدأ بالإحسان للفقراء، ابدأ بالزكاة. بعض الناس سنوات مضت عليه ولم يؤدي زكاة ماله، مضت عليه سنوات وما أحسن إلى فقير، سنوات وما عطف على مسكين، ولا رحم يتيما، ولا سعى على امرأة مسكينة فقيرة أو أرملة لا تجد من يكفلها. اسمعوا إلى هذا الرجل، بل هؤلاء الناس قد يكون رجلا أو امرأة أو مجموعة كبيرة من الناس في رمضان لا يصلون، في رمضان لا يصومون، في رمضان يعاكسون الفتيات، يسهرون على الأفلام الخليعة، ينامون طوال النهار بلا صلاة ولا ذكر ويظنون أنهم صائمون. سبحان ربي. الناس في المساجد، الناس يعتكفون، الناس في العمرة، الناس مع القرآن يختمونه 2 و3 و10، وهذا لا يفتح المصحف أبدا، بل يتجول بسيارته ويسمع الموسيقى ويقول اللهم إني صائم. خوش صيام، يغتاب، يسب، يشتم، يظلم. يا أخي الحبيب، ابدأ في رمضان، تغير. إذا لم تتغير في رمضان فمتى ستتغير؟ اجعلها البداية، اجعلها الآن فرصتك.
اجعلها الآن بدايتك. كم من مصيبة نجاك الله منها، كم من حادثة نجيت منها ومات غيرك. كم مر ملك الموت علينا فقبض روحا من أرواح الجيران وتركنا نحن. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ما أعظم الحسرة، ما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها أنفسهم يوم القيامة. ما أعظم الحسرة لمن خرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصفحات باللعنات. ما أعظمها من خسارة يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع. ابدأ في رمضان وقل خلاص، لم تلبسين الحجاب في صلاة التراويح ثم ترمينه؟ يا أختي الفاضلة، الحجاب زينة، نور لوجهك، الله عز وجل هداك له في هذه الصلاة. هل يعبد الله عز وجل فقط في المسجد، فقط وقت التراويح؟ ابدأي يا أختي الفاضلة، واجعل البداية رمضان. فرصتنا في هذا الشهر للصائم دعوة لا ترد، اجعلها ليثبتك الله على دينه، ليغفر الله لك ذنبك أنت ووالديك ولمن أحبك. في رمضان الشياطين تصفد، اجعلها فرصة يا عبد الله. أبواب الجنة تفتح، أبواب النيران تغلق، يغفر لكل عبد في رمضان. يعتق الله عز وجل فيه كل ليلة أفواجا وأمما من النار. اجعل نفسك بينهم، احشر نفسك مع الصالحين لتدمع العينان. عين بكت من خشية الله لا تمسها النار أبدا. اجعل البداية رمضان فيها ليلة خير من 1000 شهر يا عبد الله. فرصتك بالصلاة، بالزكاة، بالصدقات، بالقرآن، بالأذكار، بالصالحين وصحبتهم، بالمساجد، بترك الذنوب والمعاصي. ابدأ يا عبد الله وإياك أن ترجع. لا تقول بعد رمضان سأعود، أو في الليل أفعل ما بدا لي وبالنهار أصوم وأطيع ربي. إياك، لأن التوبة الصادقة، التوبة النصوح، ندم على ما مضى، عزم على الاستقامة وعلى ترك الذنوب والإقلاع عنها. قطع تلك الصور، امسح تلك الأفلام، البلوتوث الذي في هاتفك غير رقم الهاتف، اقطع أصحاب السوء، ابدأ بالمساجد، صل الأرحام، بر والديك، تعرف على الصالحين، وقل دوما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم كل ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأسأله جل وعلا أن يثبت أقدامنا وأن يحسن خواتيمنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.